البخل صفة كريهة جدا، دايما تلاقيها ضمن ريد فلاجز في التويتس اللي البنات بتكتبها عن مواصفات فتاة احلامهم. بس ايه هو مقياس البخل؟ امتى نقدر نقول على الشخص انه بخيل، وامتى نقدر نقول ده شخص مقتصد بيحاول ياخد قرارات اقتصادية سليمة بتحافظ على مقدار ثروته في ظل التضخم والركود الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه؟ فانا جربت اسال الشباب ايه هو البخل بالنسبة لك؟ الايه؟ البخل. المخ. ايه السؤال السريع ده؟ انت بتوترني على عايز ايه؟ بخيل يعني معيش فلوس يعني؟ ايوه انت عايز كام طيب؟ ان يبقى معاك وما تدينيش. والله البخل ده ليه معاني كتيرة جدا. المنوفية. ما تدينيش من اللي معاك وانت معاك فايض ومش عايزه وانت نتن. هو بالنسبه لي مش بخل فلوس، بالنسبه لي بخل مشاعر. الواحد ما يفضل يخاف على الفلوس اكتر من اللازم. ان ما حدش يديني من سندوتش الشاورما بتاعه. I think ان انت يكون نفسك في حاجه ومش عايز تجيبها. ان الواحد ما يصرفش مثلا او يحوش حاجة عن نفسه. البخل عن نفسي يعني. ان احنا نخرج في ديت وما يدفعش بصراحه، ده بخل. لا عادي يعني. If you don't want to pay money don't pay, but you know if you're having fun with the money pay, it's fine, you're having fun, you know. يعني انت ممكن يكون معاك فلوس كتير جدا بس باين ان انت معكش فلوس عشان انت بخيل قوي حتى على نفسك. بتقعد تحوش فلوز كتير مثلا ومعاك فلوس كده وما بتطلعهاش ولا تستخدمها ولا لنفسك ولا لغيرك. When he doesn't buy me a diamond ring on the first date. اظن كتير شوية. Fine, okay. When I ask for $8 million and he doesn't give me $8 million. لا ما وحشة منه دي الصراحة، وحشة. البخل بالنسبة لي ان واحد صاحبي مثلا جماعة احنا هناكل، تحبوا تطلبوا حاجة معانا؟ لا انا مش جعان. اول لما الاكل يجي طب ما تقول من الاول. طب دلوقتي لو انت معاك برومو كود لحاجة وانت معاك فلوسها بس تمام. انت قررت تستخدم البرومو كود، هل ده كده بخل؟ ما اعتقدش ان هو بخل خالص، بالعكس ده يعني زيادة الخير خيرين. لا انا مش بخيل لان دي حاجه عايده عليا انا بمنفعه، فانا نفعت نفسي. ما انت معاك فلوسها، فرقت ايه؟ وفرت. لا ما يعدش بخل، انت كده هتصرف فلوس بس على حاجة تانية مثلا. لا ده معناه ان انا ناصح. Even if I'm rich, why not get a discount, you know? You should always save money no matter how rich you are. So that's like being responsible not being cheap. Being responsible. لا مش بخل، ده اقتصاد. لا ده معناه اللي هو ذكاء. انا ممكن بفلوس بقى الفراخ دي اروح اشتري فازة في بيتي مثلا. لا طبعا ده توفير. اشمعنى؟ عشان انت معاكي فلوسها. بس انا معايا برضو برومو كود ما استخدمهوش ليه، هو صرف وخلاص. ده برومو كود جالي فهستخدمه. ما التاني عمال بيخزن في فلوس، طب انت خزنت برضه فلوس. ايوه لا ما انت افهمني بقى، في هنا فكرتين، ده اكل ده حاجه وده حاجه. ده كل واحد همه على كرش. لا ليه؟ you're being practical مش بخيل. بس انت كده تقدري تشتريها من غير ما تتضري. ايوه ماشي، بس like 10% ده انا ممكن اروح بيهم مثلا. لو انا جاي لي برومو كود وحاجة اوفر فيها لا ادفع فلوس زيادة على الفاضي. ازازة المية عند الراجل ده ب 25 جنيه هطلع اجيبها بره ب 10 جنيه. ما بحبش اللي يستغلني يا عم، ده مش بخل، ذكاء. لا ليه؟ عشان انا اوفر عادي. ما انت تقدر تجيب انا اقدر، بس دلوقتي انا اقدر اجيب الوجبه واقدر اجيب حاجه تانية. لا عشان اللي عمل البرومو كود ده مستفيد منه. وجهة